يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا صباح الفل والهنا على الحلوين اللي وحشوني جدا جدا جدا. شكرا لكل كومنتاتكم الحلوة وكلامكم الجميل وكل الكلام الحلو اللي بتقولهولي، بجد هو اللي بيشجعني ان انا اقوم واصور واعمل لكم كل الحاجات بقى اللي انا عايزه اعملها. النهارده بقى الفلوج فيه وصفه حلوه قوي كده، وصفه اكل مختلفه وسريعه وكمان بقى تنفع للصيف. فصحيت شربت اول حاجه زي ما شفتوا كده كوبايه الشاي بلبن بتاعتي، وابتديت ان انا اعمل الغدا على طول، لان الغدا فيه عيش هيتخبز، فكان لازم ان انا ابدا على طول. النهارده هنعمل عيش تورتيلا، بس هنعمله بطريقه مختلفه شويه. اول حاجه حطيت حله على النار، حطيت فيها 3 كوبايات من الميه، وحطيت فيها مكعبين من الزبده او بما يعادل يعني معلقتين كده من الزبده. والمكونات الجافه بقى عندي 4 كوبايات من الدقيق، رشه ملح، معلقتين ونص من النشا، وهقلبهم بس كده مع بعض الاول. واول ما الميه بقى تبتدي تغلي هننزل الدقيق ده كده يا جماعه في الحله على الميه، وهنبتدي ان احنا نقلبه لحد ما الدقيق والميه كده يتخلطوا ببعض ويبتدوا ان هما يكتلوا زي ما انتوا شايفين كده. ابتديت بقى ان انا احطهم على المفرش السيليكون، ممكن تغسلوا الرخامه وتحطوا عليها عادي جدا، والبسوا بقى اي حاجه في ايديكوا، يعني جوانتي، اي حاجه كده ان انتوا تعرفوا ان انتوا تمسكوا العجينه. انا لبست الجوانتي ده اللي انا كنت المفروض جايباه للمواعين، بس انا مش بستخدمه للمواعين الصراحه خالص، يعني ركناه في الدرج كده. فلبسته بقى لان هو فيه جزء من جوه متبطن كده، فمش هحس بالحراره. والطريقه دي بقى لازم ان انتوا تجمعوا كده العجينه وهي سخنه علشان تتجمع معاكم بكل سهوله. لو بردت هتحسوا ان انتوا يعني خدتوا وقت في العجنه اكتر بكتير من وهي سخنه، وهي سخنه بتكون طريه جدا، فتقدروا ان انتوا تجمعوها كده بسرعه وما تضايقوش يعني في العجن. وما تقلقوش لو لقيتوا اي تكتلات او اي حاجه، وقت العجن هتبقى ناعمه جدا يا جماعه وتتعجن معاكم بكل سهوله. بعد بقى ما عجنتها كويس كده، شايفين بصوا ناعمه وطريه جدا ومش بتلزق في ايديكوا ازاي. هبتدي بقى ان انا اعملها رول كده، وبعد ما اعملها رول بقى هبتدي ان انا اقسمها كده لقطع بقى زي ما انتوا عايزين، يعني حجم الرغيف يكون قد ايه. انا الصراحه الطريقه دي شفتها من سنتين على قناه مطبخ صافيه يحيى، بجد بتعمل حاجات حلوه جدا 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 يا جماعه. ومفيش حاجه جربتها من عندها الا ونجحت باكتساح، بجد بتبقى وصفاتها حلوه جدا. وبصراحه بتقول تريكات كده وحاجات وهي بتشرح الوصفه، اللي هو بصوا بتفيدكوا يعني من A to Z في كل الوصفه، يعني مفيش حاجه هتطلعوا من الفيديو مش عارفينها. فانا بصراحه قلت اجربها بقى المره دي. انا عارفه طريقه عيش التورتيلا العاديه اللي احنا بنعجن فيها العيش بميه ودقيق وكل الكلام ده على البارد، بس قلت اجرب المره دي الطريقه دي. وعايزه اقول لكم ان هي بجد يا جماعه خطيره خطيره خطيره، وطلعت حلوه قوي. وبصراحه بالنسبه لي ما عجنتش فيها كتير زي ما انا بعجن في اي عجين تاني. حوار الميه السخنه ده لما تحطوا فيه دقيق وتبتدوا ان انتوا تعجنوا بيسهل الموضوع جدا. المهم بقى كورت كده الكور كلها، وابتديت ان انا اشتغل فيهم على مفرش سيليكون برضو، ممكن تحطوا بين كل ورقه بين كل يعني عجينه وعجينه كيس كده، ودهنة زيت بس خفيفة كده علشان ما يلزقش معاكم. وبتبتدوا ان انتوا تفردوا بقى العجينة. لو عايزينها مدورة بصوا بالظبط هنبتدي ان احنا ناخد غطا الحلة وندور بيه العجينة زي ما انا هوريكم دلوقتي. اهم حاجة بس ان انتوا تفردوها كويس علشان عيش التورتيلا بيكون يعني مش سميك، بيكون رقيق كده شوية ومش بينفخ اللي هو بيبقى عيش بيتفتح، لا هو بيبقى رقيق كده شوية. فابتدوا ان انتوا بس افردوها كويس. بعد كده هنجيب بقى غطا الحلة وهنبتدي كده نوسطنه في النص ونقطع بيه بقى العجينة، وده علشان تطلع مظبوطة بالظبط، يعني عشان تطلع مدورة بالظبط. لو انتوا يهمكوا الشكل قوي انا بالنسبة لي بصراحة عادي يعني مفرقتش معايا. حسيت ان العجينة لسه سمكها يعني زيادة شوية او تخينة شوية كده من الحروف، فابتديت برضو ان انا اخد الفرادة كده وابتديت ان انا افرد برضو الحروف كده شوية علشان ما تنفخش او ما تبقاش تخينة كده سميكة. وابتديت بقى ان انا كنت حاطه كده صينيه او اي حاجه تكون ما بتلزقش عندكم، حاطينها وطبعا مشغلين النار كده واطي خالص. وطبعا هي كانت سخنه لان انا كنت شغاله فيها بقى بعمل فيها العيش اللي قبل ده يعني.
ابتديت بقى ان انا احط كده الرغيف فيها، وبعدين بتبتدوا ان انتوا تقلبوه بقى على الوشين كده، هو بس بياخد لون بسيط يعني لون ذهبي كده طبعا طول ما خفيف احنا قوي، تبتدوا شغالين ان في انتوا العيش ترفعوه من هنجيب على بقى النار. فوطة وكل رغيف كده نطلعه وهنحطه تحتيه فوطه وفوقيه فوطه، يعني اقفلوه بالفوطه كويس قوي علشان طبعا ما ينشفش منكم. انا بقى عملت كميه كبيره واخدت منها كمان لما بردت خالص، حطيتها في كيس كده وحطيتها في الفريزر. عايزه بقى اعمل سندوتش للفطار، عايزه اعمل مثلا اي سندوتشات او كده هينفعني يعني بعد كده. وابتديت بقى ان انا اقطع كده الخضار اللي انا هستخدمه بقى للفراخ. احنا النهارده هنعمل بقى كساديه الفراخ. الطريقه دي شفتها كتير جدا وكان نفسي اجربها الصراحه. هي عباره عن سندوتشات كده تورتيلا بيتحط فيها حشوه فراخ وجبنه موتزاريلا ومايونيز كده، بجد بتبقى حلوه قوي. فقلت بقى النهارده بما ان الجو حر جدا ومش محتاج اكل اللي هو فيه رز بقى وطبيخ وكده، اعمل سندوتشات كده خفيفه وسريعه. فابتديت بقى ان انا اقطع كده بصل وفلفل. هي بيتحط لها بصل وفلفل بس لو انتوا عايزين تزودوا اي حاجه تانية زودوا، عايزين تزودوا زيتون مشروم، عايزين تزودوا فلفل الوان، عايزين مثلا تحطوا فلفل حامي براحتكم يعني انا بصراحه شايفه ان الخضار والحاجات دي لو زادت مش هتبقى وحشه، بالعكس هتدي طعم حلو قوي. فانتوا حطوا الخضار اللي انتوا عايزينه. عايزه اقول لكم بقى النهارده كمان في فقره جديده كده عملتها في الفيديوهات هتبتدي من النهارده، وهي فقره قهوه العصريه دي. بقى واحنا بنحضر القهوه كده هنتكلم بقى عن اي حاجه مفيده، اي حاجه انا مثلا شفتها استفدت منها، اي حاجه عملتها لقيت ان هي فيها حاجه كويسه او فيها حاجه استفدت منها يعني افيد بيها غيري. فيا رب الفقرة دي تعجبكم، وعايزة بقى طبعا اعرف رأيكم كده في الكومنتات طبعا عشان رأيكم بصراحة بيهمني جدا جدا. فان شاء الله النهاردة هتبقى اول حلقة من قهوة العصرية، بس بعد ما نخلص بقى فقرة الغدا الجميلة دي اللي احنا بنعملها. وعايزاكم بقى تجربوا الوصفة دي وتقولولي، لانها بجد هتعجبكم جدا، لان هي عجبتني جدا جدا جدا. وبجد قلت هعملها تاني من كتر ما هي طلعت حلوة وسهلة وسريعة. هو ممكن العيش بس هو اللي هياخد منكم وقت شوية صغيرين، بس مادام انتوا مثلا لو عاملين كمية وحطينا في الفريزر هتسهل عليكم الدنيا كتير جدا. فبجد الوصفة دي هتعجبكم قوي. المهم بقى خلصت كده العيش وابتديت بقى ان انا اعمل الفراخ في نفس البتاع دي الصينية اللي احنا عملنا فيها العيش. حطيت كده كام مكعب من الزبدة ونزلت بالفراخ. الفراخ دي تقطيعة شاورما، ممكن تجيبوا صدور وتقطعوها وراك اللي انتوا عايزينه يعني. وحطيت عليها بقى شوية توابل، بصل باودر، توم باودر، ملح وفلفل وكمون، سنة قرفة وسنة جنزبيل، ومعلقة كمان من مرقة الدجاج او توابل الفراخ. حطيت عليها بقى البصل والفلفل كده واديتها تشويحة. انا عايزاها تشرب المية بتاعتها خالص، ما يكونش فيها مية، علشان لما تيجوا تحطوها في السندوتشات ما تدبلش معاكوا العيش او تخلي العيش طري فاللي هو يتقطع بسهولة. فخليوها ان هي تشرب المية اللي هتنزلها الفراخ او الخضار او ايا كان، تشربها كويس قوي، وسيبوها تبرد كمان شوية علشان برضو ما تبقاش سخنة وتيجوا تحطوها في العيش فالعيش برضو يبوش بسهولة. وهنبتدي بقى ان احنا بعد ما الفراخ بردت كده نبتدي ان احنا نعمل السندوتشات بتاعتنا. هتجيبوا التورتيلا وتحطوا عليه معلقه مايونيز. برضو الصوص انا حاسه ان انتوا ممكن تغيروا عادي، تحطوا اي صوص انتوا عايزينه، كاتشب، مستردة، باربيكيو، اي حاجه انتوا عايزينها، جبنه كريمي براحتكم يعني، شكلوا براحتكم عادي. وهنبتدي نحط جبنه موتزاريلا تحت، وبعد كده نحط شويه من الفراخ والبصل والفلفل، وفي الاخر هنحط شويه موتزاريلا. والموتزاريلا دي علشان تمسك لي الرغيف من فوق ومن تحت ما يفكش مني او يفتح مني، فالفراخ والخضار اللي جوه يبتدي ان هو يقع. وهتعملوها بقى في صينيه على البوتاجاز، هتعملوها في جريل، تعملوها في طاسه، لو عندكم ساندويتش ميكر اللي انتوا عايزينه عادي، تنفع في كل الطرق. هتقلبوها بس كده علشان العيش ياخد تحميصه، وعلشان كمان الجبنه تسيح وتمسك لكم الحشوه من جوه. وعايزه اقول لكم بجد طلع طعمها خطير وطعمها كان تحفه. وبجد يعني اكله من الاكلات اللي انا ان شاء الله هعتمدها في الصيف، لان هي سهله وسريعه. واللي هو بقى بصراحه انا بحس ان الصيف محتاج اكلات اللي هو سهله كده، زي مثلا سندوتشات بقى، شويه مكرونه مثلا وكبده، اي حاجه كده بعيدا بقى عن الطبيخ والحاجات دي. بحس ان هي بصراحه بتبقى واقفه في المطبخ وحر وبتاخد وقت وكل الكلام ده طبعا، فاحنا عايزين اكلات سهله وسريعه. فان شاء الله الفتره الجايه كده كل شويه هعمل لكم حاجه تكون سهله وسريعه مختلفه،
يكون فيها برضو حاجة احنا مش متعودين عليها مثلا، غير بقى الاكل التقليدي اللي احنا متعودين عليه يعني. المهم بقى خلصنا الغدا الحمد لله، وكان في بقى كام حاجة كده طبعا في الحوض بقى مطرح ما اكلنا ومطرح الحاجة اللي اتوسخت وكل الكلام ده، فغسلتهم بقى بسرعة كده سريع سريع، وغسلت الحوض وغسلت بقى الرخامات ونشفتهم وحطيت غطا معقم. وانتوا دلوقتي مع الفقرة الحلوة بتاعتنا، قهوة العصرية. في قهوة العصرية النهاردة عايزة أقول لكم على قصة كده سمعتها بالصدفة، وهي قصة الإمام أحمد بن حنبل مع صاحب المخبز أو صاحب الفرن. القصة بتبدأ إن الإمام أحمد بن حنبل كان مسافر وكان على طريق سفر يعني. فالمهم وهو في الطريق كده تعب، فقال إن هو يرتاح شوية في مسجد على الطريق. بس للأسف صاحب المسجد أو اللي قاعد في المسجد يعني مشاه وقال له إن هو ما ينفعش إن هو يقعد في المسجد. فالإمام فضل يمشي كده شوية لحد ما لقى فرن، فاستأذن من صاحبه، وصاحبه طبعا وافق ان هو يبات عنده لحد الصبح لحد ما يصحى ويكمل بقى طريقه اللي هو رايحه. المهم والإمام أحمد بن حنبل قاعد مع الخباز ده في الفرن، فلقاه وهو شغال، طول ما هو شغال وبيخبز وكده لقاه بيستغفر كتير، بيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وكان بيقولها كتير جدا، بيستغفر كتير جدا. فالإمام أحمد بن حنبل راح قال له هو أنا ممكن أسألك سؤال؟ فطبعا الراجل قال له اتفضل. قال له هو أنت جنيت ثمرة استغفارك ده؟ يعني شفت من استغفارك ده نتيجة؟ صاحب الفرن ده رد عليه وقال له والله أنا ما دعيتش ربنا بحاجة إلا وهو ادهالي وحققها لي ما عدا حاجة واحدة. فراح الإمام أحمد بن حنبل قال له شوقتني أعرف إيه هي الحاجة دي. فراح رد عليه صاحب الفرن وقال له هي إني أشوف الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد اتخض وقام من مكانه كده ووقف قال له أنا كنت أجر إليك جرا، يعني ربنا هو اللي خلاني أمشي في كل الطرق دي علشان أجي لحد هنا. هو طبعا كان بيكلم نفسه، فصاحب الفرن قال له بتقول إيه؟ راح ردد عليه وقال له فليطمئن قلبك يا أخي فقد استجابت كل دعواتك. فالرجل جه قال له يعني إيه؟ قال له يعني أنا العبد الفقير إلى الله الإمام أحمد بن حنبل. الراجل فرح جدا وقعد يشكر ربنا ويقول الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. والقصة دي بقى تعلمنا ان فعلا لو احنا عايزين نوصل لأي حاجة او نفسنا في حاجة فربنا بيدينا الطريق قدامنا، وهو الاستغفار، وان احنا نذكر ربنا كتير ونتمنى كده من قلبنا واحنا بنذكر الحاجة اللي احنا عايزينها، وان شاء الله تتحقق بفضل ربنا. وكده تكون قصة قهوة العصرية خلصت، والفلوج بتاعنا النهاردة كمان خلص. هستنى كومنتاتكم الحلوة زيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، وهتوحشوني قوي قوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.